عادل محمد أنور عبد الوهاب. منين يا حاج عادل؟ أنا من طنطا، من أول طنطا، حي أول. حي أول طنطا، محافظة غربية. محافظة الغربية. ايه طبيعة المشكلة يا حاج عادل؟ طبعا المشكلة إني مستأجر مخبز في سجين الكوم، مركز قطور. مأجره بشكل ودي من صحاب الملك، لأن صحاب الملك على مشكلة قانونية مع بعض، فبحكم إنهم عايزين يأجروا المخبز أجرته بشكل ودي على ورقة بيني وبينهم ضمان حق الطرفين. مأجره من 1/7. 1/7 اللي فات. 1/7 2013. أول المشكلة كان تالت يوم العيد، موافق يوم الخميس، يوم 17/10. جات لي حملة تموينية الساعة 4 الفجر. دخل الموازين تمام زي ما القانون بيقول، عيش سليم، المواصفات على ما يجيب. طيب عايز أتمم على الحصة. دخلت تممت له، كان عندي 20 شكارة، تممت له عليهم. قد كده عجين، قد كده دقيق، قد كده متسجل في الدفتر. طب انت متأخر ساعتين. طب والله انا عندي عامل صنايعي خد بعضه ومشي. على ما رحت اجيب صنايعي تاني من بلد تانية اتأخرت. بتقيدني بالمواعيد، يبقى انت كده عايز تأذيني بقى. قال لي ما انت كده عندك ساعتين، يبقى انت عندك 8 شكاير عجز تجميع. طب تجميع وانا ببيع للاهالي عشان هبيع دقيق؟ ده انا بسلم للجمعيه بكيس 100%، بسلم للجمعيه حسب الجواب اللي بيجي لي من التموين. بتستلم منك عدد. وبتستلم عدد، ما اقدرش اعجز من العدد ده 100 رغيف، ما اقدرش. والا كده هيبعتوا مذكره للتموين ان المستاجر ده ما بيسلمناش العيش للجمهور. يعني انا بسلم ومعايا ما يثبت، جايب جواب من الجمعيه ان انا من خلال فتره ما عملوا المخالفه لحد وقتنا هذا وانا منتظم لم اعجز رغيف. طبعا رحت مديريه التموين، قدمت شكوى. عمل لك مخالفة بايه؟ عمل لك المخالفة بايه؟ عمل لي مخالفه بايه؟ يوم 17 ولم اعلم عنها شيء. يعني عملها، خد السجلات وقال لي في المكتب هتعرف. طبعا عشان امنعه من اخذ السجلات هيعمل لي تعدي وعدم تمكين فيها قفل 3 شهور. فمن هنا بيقيدني ان اللي هو عايزه بديهوله، بقول له خد. خد السجلات وقال لي في المكتب انت هتعرف. طب هعرف ايه؟ ما ردش عليا وخد بعضه ومشي. السجلات قعدت عندهم يوم 17 ويوم 18 ويوم 19 ويوم السبت اللي هو يوم 19. رحت عشان خاطر اجيب السجل، قال لك ما خلصتش لسه، بعد 3 ايام السجلات ما خلصتش من الاجراءات اللي هم عايزين يعملوها. يوم الحد الفجر الساعه 3 لقيت حمله جايه ومعاها السجلات، يقول لي فين ال8 شكاير اللي عندك؟ طب مين اخطرني بال8 شكاير؟ هل مفتش التموين اللي هو عمل المخالفه اخطرني ان انا عندي 8 شكاير؟ قال لي دول ما تجيش يمتهم. ال8 شكاير اللي كانوا باقيين من الحصه اللي هيتعجنوا عشان اسلم الجمعيه. طب انا لو رصدتهم، حتى لو قال لي ارصد، هو ما يعني ما قاليش اي شيء.